هلا هلا يا أصدقاء، شلونكم؟ إن شاء الله زينين. طبعا سوري، صار لي تقريبا شهرين ما منزلة فيديو، يمكن أكثر، لأنه تخرجت وامتحانات وصارت عندي هواية أشياء ومسؤوليات. بس حسيت مشتاقة لحوراء اليوتيوبرية أكثر من حوراء الانستغرامية، فرجعت اليوم وإن شاء الله راح أستمر إنه أنزل فلوجات وهيجي. ففيديو اليوم راح أسوي لكم فيديو عن روتيني، يعني شنو يصير خلال اليوم من الصبح لليل، بما انه عطلة وروتيني بالعطلة وهاي السوالف. فيلا نبدي. فهذا الفيديو راح يحتوي على هواية اكتيفيتيز. هسه اول شي عندنا واول شي اسويه بيومي انه اترس هذا سطل المي كله، تقريبا بلترين مي. فانا يوميا الصبح اول ما اقعد احاول اترسه كله واحاول اشربه على طول اليوم، لان هو همين مقسم. بس لحظة، مقسم هيجي شوفوا، يعني مثلا ساعة من 7 الصبح لحد الساعة 9 بالليل، وهذا يعني عبارات تحفيزية وهيجي. فأنا أحاول أشربه خلال اليوم كله. فهاي الحركة تفيدكم إذا أنتو يعني ما تشربون ماي أو تنسون تشربون ماي، فهاي الحركة كلش تفيدكم. شوفوا ايش سويت. ما أدري بيها مفتوحة. أوكي، هسه نظفت الكاونتر. طبعا شوفوا أنا أول ما أقعد من الصبح، يعني هاي تقريبا روتيني، يعني مو يومية بس يعني هو أغلبه روتيني هيجي، إنه أنا أقعد الصبح أشرب مي، وبعدين أسوي ريوق طيب، وراح أنظف البيت، وبعدين أقعد أقرأ أسوي أشياء. يعني هسه راح أقول لكم شنو أسوي خلال يومي بالعطلة. فالمهم أول شي هسه راح أسوي قهوة، أكيد يعني تعرفونها. أنا يومي أسوي آيس كوفي، بس اليوم أحس أريد أسوي هاي القهوة المرسوم عليها. ما أدري، طلع لي ريل أول ما قعدت بوعت بالتلفون، فطلع لي ريل إنه واحدة قاعدة ترسم قهوة وهيجي. فحسيت إنه أريد قهوة حارة ومرسوم عليها. حسب خبرتي الصغيرة بالقهوة، إنه أول شي لازم الحليب يكون حار، فراح أغلي الحليب. يس، اجت الكهرباء. أعتقد هسه الإضاءة صارت أحسن وأوضح. فهسه جبت الكوب مالتي. طبعا كنا نسوي مقارنة أنا وزوجي منو أطيب، فاتفقنا على هاي. احنا يوميا نجرب قهوة جديدة. راح اخلي شوية، انا مخلية ماي بالغلاس، وراح اضيف شوية نكهة كراميل. هذا اخبطهم على كيف، وراح اضغط تقريبا 50 مرة او اقل. واحد. وانا راح البس هذا، سوري على المنظر بس ما عندي غيره على المود، لان هاي حارة لان حميت بها الحليب. فهسه راح نبدي. بسم الله. مبدئيا انا صار لي كلش هواية ما راسمة، طفت الكهرباء، بس راح احاول ان شاء الله تضبط. اوكي، هو عادة اشارككم تجارب الفاشلة. للاسف فشلت لانه الحليب ما انخفق زين، ما ادري شوي. بس يلا اوكي، هسه راح احولها ايس كوفي. جايز ما ادري شنو اكل اليوم يوم الحوادث العالمي. هاي شنو، بس قررت اصور فلوج كل شي قاعد يمشي عكس. احترق التوست. هسه راح اخليه توست ثاني، او راح اوخر هذا المحروق يمكن. يلا اوكي، خلينا مبتسمين رغم الاسى. وهسه وانا قاعدة اتريق راح اخطط ليومي واشوف شنو المهام اللي راح اسويها خلال هذا اليوم هنا. طبعا شوفوا هاي جبتها ذاك الشهر، فهذا الشهر السابع، وهسه احنا بدينا بشهر الثامن. فراح اكتب مهامي هنا، واذا اكملها اسوي عليها صح. بس تذكرت انه اريد اقول لكم شيء، بما انه الفيديو يخص العطلة وشنو اسوي بالعطلة وهاي. فروتيني اليومي هو مثل ما قلت لكم من ساعة، انه انا اقعد الصبح احاول اسوي شيء مفيد، يعني اول ما اقعد وهاي على مود استغل الصبح. بس يعني الحقيقة انه هذا مو روتيني اليومي، يعني تجيني مرات انا ما بيا حيل اصلا اسوي تو دو ليست. اذا تشوفون بالشهر السابق اكو مكانات فارغة،
انه انا ما بيا يعني شلون فاقدة الشغف او ما بيا واحس وما بيا حل انه اسوي تو دو ليست يعني مهامي اليومية وشنو اسوي هاي. مرات يعني هيك يمر اليوم وانا ما مسوية اي شيء، يعني بس ارتاح اشوف فيلم او اي شيء او يعني اقلب بالسوشيال ميديا. فكلش عادي انه تجي ايام ما نخطط لها او نقعد احنا بالبيت وكل شيء ما نسوي، فالموضوع طبيعي. بس حبيت اقول لكم هذا الشيء عشان ما تحسون بالاحباط. يعني تشوفون مثلا لان يعني انا مرات تصير بيا فحاسه بيكم، مرات اشوف بنات انه يوميا ينشرون شنو المهام اللي سووها ودائما عندهم نفس الطاقه ونفس الواهس يوميا. فاقول ليش انا مرات افقد الشغف وما بي حل اسوي الاشياء هاي. بس يعني بعدين ادركت ان الموضوع طبيعي، فحبيت اقول لكم انه كلش عادي يوم تقعدون من الصبح وتكونون كلش برودكتيف تسوون هواية اشياء باليوم، وايام ثانية تكونوا مكسولين وما بيكم حيل وهاي. فالموضوع طبيعي. المهم فأنا جبت يعني روايات انجليزية همين عم بدرب نفسي على القراءة وهمين اتونس فيها. فجبت كم رواية وانا حاليا يعني يوميا الصبح قاعدة احاول اقرا كم صفحة، او مو الا الصبح مرات يعني العصر هيجي، بس المهم يعني احاول اقرا كم صفحة. وبما انه ما عندي شغل او شيء وشغلي يعني كله هو السوشيال ميديا، فوقت الصبح اللي عندي فراغ والعصر او بالليل اقعد اسوي مونتاج الفيديوهات، يعني اسيب واحفظ افكار للمحتوى وهيجي شلون يعني صنع المحتوى هو ماي جوب، يعني هو وظيفتي حاليا. فهذا اللي قاعد اسويه. وبنفس الوقت همين يعني اذا تريدون تسوون اشياء بالعطلة همين، فأنا قاعدة أحاول أطور يعني من لغتي، أطور مهارات الاستماع، القراءة، الكتابة. فقاعدة أشتغل على كل شيء يخص تخصصي على مود استفاد من الوقت إيش قد ما أقدر. فأنتوا إذا تخرجتوا أو عندكم عطلة فحاولوا تستغلون الوقت، يا أما تقرون يا أما حتى من تتابعون المسلسلات، حاولوا تتعلمون اللغة من خلال المسلسلات اللي أنتوا تشوفوها. سووا لكم دفتر اكتبوا بيه الكلمات الجديدة مثل ما أنا مسوية هسه. عندي هذا الدفتر أكتب بيه الكلمات الجديدة، مثلا هاي الكلمة الجديدة والمرادفة مالتها، أو مرات أكتب معناها بالعربي، ومرات همين أكتب يعني مثال جملة. يعني سوري تشوفوا الدفتر شلون قديم، بس لأن يعني أنا صار هواية أكتب بيه كلمات. هاي فكرة على مود تستغلون بيها العطلة بأنه تطورون مهاراتكم اللغة الإنجليزية أو أي لغة أنتم تحبون. والله إن شاء الله استفاديتوا من هاي الأفكار. عندكم بعد أفكار ثانية يعني أنتم تقدرون تسوون الأشياء اللي أنتم تحبوها، تعلموا حياكة أو يعني أي هواية أو شيء أنتم تحبوه. بس يعني هذا كشيء يخص تخصصي، فأنا نصحتكم إنه تحاولون تطورون من لغتكم بهاي الفترة، فترة العطلة. وإذا كنتم متخرجين ولغتكم شوية ضعيفة فحاولوا تطوروها بالعطلة وبس. يلا خليني اروح اكمل روتين الصباح الباقي. هسه صارت الدنيا ظهر، ارتاحت، سويت مونتاج، نشرت فيديو على انستغرام، فصار الدنيا عصر. راح انظف البيت، اكون سوى اغسل المواعين اللي بقت، وهسه راح ابدل واروح ويا صديقتي. طبعا انا دائما افكر انه اسوي فيديو كامل بالبيت وهاي، بس تصير لي طلعه. فالمهم هو هسه هم راح اخذكم وياه بالطلعه، بس هسه اول شيء راح ننظف البيت على المود ننطلق. وهسه صرت جاهزه راح اروح لبست هذا الاوتفيت. باي جايز. هسه وصلت المول. هذا اكثر مكان احبه لان كل شيء بيجنن. اول شيء اروح له هسه الاكواب. هاي الاقلام. طبعا شنو هسه قاعد انتظر صديقتي، فجبت بس مقبلات منتظرتها تجي حتى ناكل، بس انا كلش جوعانه. الاوتفيت كامل. هلو. طبعا هسه رجعت خلاص اليوم. جبت هذا الاكل ويا سفري لان ما اكلت، او هسه رجعت للبيت. طبعا انا ما ادري شنو صورت فيديوهات او شنو سويت خلال اليوم كله، هسه نسيت. فهسه راح اقعد اسوي مونتاج. اول ما اوصل البيت ابدل واكمل واقعد اسوي مونتاج، واذا كملت انزله اليوم، واذا ما كملت انزله باكر. فهسه راح اقعد اجمعهم الفيديوهات واشوف اذا صاروا فيديو كامل حلو لو لا. فبس والله هسه خلص الفيديو وخلص اليوم همينه، وهيجي اكون شاركتكم يومي من الصبح لليل وبس. والله هو هذا يومي كطالبة، لا مو طالبة، صرت متخرجة.
عاطلة عن العمل بس يعني مو عاطلة، بس يعني قاعدة بالبيت. فبس والله هذا روتيني اليومي. اشوفكم بالفيديوهات الجاية. باي باي.